فابو دنيا قال له لا، ده عمر ده زي ابني، ما مضيهوش على شيك على بياض، لكن ممكن يمضي على القايمه عادي. فابو دنيا بعد جاب قايمه من الكشك اللي جنب القاعه بتاعت كاتب الكتاب. فين القايمه بقى يا شباب؟ راحت فين؟ المأذون اللي خد القايمه بعد ما عمر مضى عليها، المأذون الحشري اللي دخل مناخيره في القايمه، اللي طلعت في الاخر كانت نايمه وما كانتش قايمه. واحد بقى من المتابعين مناخيره وجعاه، جوزي ماضي على القايمه، على كل صفحات القايمه على بياض، محدش بيعملها ولا حد هيعملها. مساء الخير. في الحقيقه لفت انتباهي خبر منتشر على السوشيال ميديا، خناقه كبيره جدا بين شاب اسمه عمر وزوجته تقريبا اسمها دنيا. عمر ودنيا اتجوزوا بعد حب 4 سنين، وكتبوا كتابهم، وتشوف الفيديوهات بتاعت كتب الكتاب، رقص وفرح وهيصة والدنيا جميلة، ومبروك يا ام عمر ومبروك يا ام دنيا. لكن تاني يوم كتب الكتاب اللي حصل ان عمر ودنيا واقفين على الطلاق. السبب كان قايمة الجواز، القايمة هي السبب في الخلاف ما بين عمر وزوجته دنيا. الحكاية بدأت مع عمر لما طلع عمل فيديو وقال إن أهل دنيا غفلوه بالاتفاق مع المأذون، والمأذون خلاه يمضي على القايمة بدون علمه، والقايمة كانت على بياض، أو يمضي على ورقة على بياض أثناء ما كان بيمضي على قسيمة الجواز في قاعة كتب الكتاب. مبدئيا كده يعني الكلام أولا غير منطقي. يعني ايه دخل المأذون في ان حضرتك تمضي على القايمه او ما تمضيهاش؟ ما بالك ان هو بيمضيك على قايمه على بياض او ورقه على بياض؟ ايه دخل المأذون في الليله دي؟ المأذون بيخش يكتب كتب الكتاب، له ان الاوراق الطبيه متوفره، له ان العريس والعروسه السن القانوني مستوفي، يا عم الحاج انت هتكتب مؤخر قد ايه، وملوش دخل انت هتكتب مؤخر ولا ما تكتبش، اللي انت عايزه هو بيكتبه لك في قسيمه الجواز. لا دخل له في القايمه والنايمه والقصص دي كلها، لا دخل له فيها. تاني حاجه عمر بيقول لك ايه؟ ده المأذون خلاني امضي على ورقه على بياض بمعلوميه اهل دنيا ودنيا. اتفاجئ ان دنيا واهلها عارفين. طب ما ده الطبيعي ان هم لازم يكونوا عارفين. هو المأذون مثلا بيكتب بيمضيك على قايمه بتاعت واحده تانيه؟ ما هو لو كلامك كده منطقي، ما هو لازم يكون بالاتفاق مع اهل دنيا. ده لو فعلا حصل كما قال عمر في الفيديو اللي هو نشره على السوشيال ميديا. فكلام عمر هنا غير منطقي بالمرة. تعال بقى لرد دنيا واخوها، والاكثر عدم منطقية كلام دنيا واخوها بعد فيديو عمر. تعال اما نشوف هم ردوا قالوا ايه، علشان تحس ان انت في عالم غريب، عالم متناقض، عالم كده ايه ولا الكرتون. اخو دنيا ودنيا طلعوا قالوا لا، ده ما كناش كتبنا قايمة، ويوم كتب الكتاب في القاعة لما المأذون جه، فالمأذون قال لوالد دنيا انت كتبت قايمة لبنتك؟ فوالد دنيا افتكر كده وقال له لا، ما كتبتش قايمة لبنتي. فقال له ازاي؟ عشان تضمن حقها لازم القايمة تتكتب، يا اما تخلي العريس يمضي على شيك على بياض. فابو دنيا قال له لا، ده عمر ده زي ابني، ما مضيهوش على ايه، على شيك على بياض، لكن ممكن يمضي على القايمة عادي. هحلل الجزئية دي. مبدئيا كده ايه المأذون الحشري ده؟ يعني المأذون، اي مأذون بيخش بيت عشان يكتب كتب الكتاب بيسأل على القايمة؟ حضرتك كتبت القايمة لبنتك ولا لأ؟ أولا دي حاجة ما تخصوش. تاني حاجة، هو أبو دنيا كان ناسي قصة قايمة بنته وهو جاي يكتب كتب الكتاب في قاعة كتب الكتاب؟ كان ناسي يعمل القايمة يعني، والمأذون هو اللي فكره؟ فالكلام غير ايه منطقي بالمرة. خد بقى التقيلة. طب يعملوا ايه بقى؟ ما هي القايمة احنا نسينا نكتبها. فأبو دنيا بمشورة المأذون قال له ايه؟ ابعت هات قايمة. فابو دنيا بعت جاب قايمه من الكشك اللي جنب القاعه بتاعت كتب الكتاب. وقال ايه بقى المأذون؟ اشار عليه بايه؟ خلاص اكتب الحاجه اللي بنتك جابتها في القايمه، وسيب مكان العفش اللي المفروض يكتبه عمر، لانه كان لسه عمر ما جابش اي حاجه في عفشه. ده على حسب كلام مين؟ دنيا واهلها. ازاي بيكتبوا كتب الكتاب وهو ما جابش العفش؟ انا مش عارفه. وازاي بيكتبوا كتب الكتاب قبل الفرح بسنين؟ برضه انا مش عارفه، ما يخصنيش.
المهم تعالى بقى، المهم ان المأذون وابو دنيا قعدوا يكتبوا مين الحاجات اللي جابتها دنيا، وقالت دنيا واخوها احنا عملنا القصه دي بمعلوميه ابو عمر. ابو عمر كان قاعد وهم بيكتبوا مين الحاجه اللي جابتها دنيا بيسقطوها في القايمه. طب حضرتك انت كتبت حاجه بنتك ازاي؟ حاجه بنتك التي لا تعد ولا تحصى بالنسبه لاي عروسه بقى، المعالق والشوك وكم ملايه وكم فوطه وكم خداديه وكم وكم وكم. حضرتك لحقت ان انت تسرد الحاجات دي وتكتبها قبل كتب الكتاب؟ مفيش بساعة المأذون بيجي على الميعاد يعني. ازاي؟ الكلام مش منطقي بالمرة. وفرضا كنت كاتب حاجة بنتك على الواتس ونقلتها في ثانية، والمكان المخصص للخشب والحاجات بتاعت عمر اتثبت فاضية، والكلام ده كان بعلم من أبو عمر كما قال أخو دنيا ودنيا، وعمر مضى على القايمة. فرضا بقى هو مضى على القايمة بعلمه، خلاص ما تفاجئش او ما تغفلش او زي ما قال. فين القايمة بقى يا شباب؟ راحت فين؟ المأذون اللي خد القايمة بعد ما عمر مضى عليها. ليه؟ علشان تبقى أمانة عند المأذون. لما عمر بقى يبقى يجيب حاجته، يعني أبو دنيا ده راجل حقاني ساب قايمة بنته مع المأذون الحشري اللي طلع إن هو أكل الجبنة في الآخر، والمأذون هو اللي أخد القايمة عنده بما إنه أشار واداهم المعلومة الحربية والسر الحربي إن القايمة ما اتكتبتش فلازم نكتبها. أخد القايمة عنده لحد ما عمر بقى يجهز نفسه براحته، وبعدين يجيبوا القايمة ويسقطوا فيها حاجة عمر اللي هيجيبها، أو إن القايمة بقى دي تتقطع وتتكتب قايمة جديدة لما عمر يجهز نفسه ويجوا بقى يدخلوا بقى ويتجوزوا ويعيشوا حياتهم. فالكلام يا جماعة أصلا غير منطقي بالمرة من الطرفين، يعني الكلام غير منطقي بالمرة من الطرفين. وفي الآخر مين اللي طلع غلطان؟ المأذون. مين اللي شال الليلة؟ المأذون. مين اللي أكل الجبنة؟ المأذون. المأذون الحشري اللي دخل مناخيره في القايمة، اللي طلعت في الآخر كانت نايمة وما كانتش قايمة. واحد بقى من المتابعين مناخيره وجعاه زي المأذون كده حشري، ويطلع يقول لي انت مالك بالناس دي، حشرة نفسك بينهم ليه؟ هرد واقول له في الحقيقه ان انا لما سمعت فيديوهات الطرفين افتكرت معلومه تخصني. ايه هي؟ ان جوزي واحنا في ايام الفرح، ايام ما كان بيتكتب كتب الكتاب قبل الفرح بيوم، والقايمه ساعتها قبل كتب الكتاب بتتكتب قبلها بيوم برضه، لما جه الشخص اللي هيكتب لنا القايمه الحاج سعيد ربنا يديله الصحه، كان بيجي يكتب شوف بقى حاجة العروسة، والعروسة بتطلع حاجتها وتشوف والعريس جاب فجوزي كان متواجد على اساس نكتب وكده، ولكن احنا جوازنا جه بسرعة وكانت في حاجات ما جهزناهاش، فجوزي كان نازل يجيب باقي الحاجة، فقال له يا عم اكتب اللي انت عايزه، هات القايمة كده، واداله القايمة، وراح جوزي ماضي على القايمة على كل صفحات القايمة على بياض، ما اتكتبش فيها كلمة، ما تحطش فيها نقطة حبر. والكلام ده يشهد عليه الحاج سعيد، لدرجة ان هو الحاج سعيد ده من قريتي انا، قال له يا عم ما ينفعش اللي انت بتعمله ده، انت ليه بتمضي على حاجة انت مش عارفها؟ قال له يا عم يعني هي اكتب اللي انت عايزه. ومضى القايمة على بياض، ما حدش بيعملها ولا حد هيعملها. لما سألت جوزي وقلت له انت ليه مضيت القايمة على بياض ما خفتش؟ قال لي انا مأمنك على اسمي وعلى شرفي، مش هأمنك على شوية عفش شوية فلوس بتروح وتيجي همضي عليها. فالخلاصة ان كلام عمر وكلام دنيا غير منطقي بالمرة، ما انتش عارف مين الصح ومين الغلط، مين الكذاب ومين الصادق، مين اللي له حق ومين اللي عليه الحق. لكن اللي تطلع بيه من الموضوع ده ان الاتنين ملهمش نصيب في بعض، النصيب انقطع لحد كده. ومين السبب؟ لا عمر ولا دنيا، المأذون هو السبب، هو اللي نكش على القايمة. وسلام.